دايما بنسمع مقوله لو العربيه جابت موتور غير الموتور وما تعمروش، لانك لما بتيجي تعمره ما بيرجعش زي الاول. تمام. في حاجات اللم فيها ما بينفعش. العربيه لو مجرد ان هي بتاكل زيت خلاص ممكن نعمل طقم شامبر وان شاء الله ربنا يقدرنا وتطلع زي الاول وتمشي معاها فتره زمنيه طويله ما فيهاش مشكله. تمام. اما في عربيه زي اللي معانا النهارده دي، معانا النهارده عربيه ام 11. تمام. العربيه دي العميل بيشتكي العربيه بتاكل منه زيت والمفروض العربيه ماشيه كويس. فطبعا حتى هات التليفون من على العربيه الحمراء دي اللي اكتشفت ان السبيكه مسلخه. تمام. واكله في الكرنك. واكله في الكرنك. تمام. اكتشفنا اللي هنا العربيه الشميس كله تمام عامل خلوص. هو كان عامل عمره قبل كده. هو العربيه دي كانت خرطه قبل كده كان عامل نص عمره زي ما بيقولوا تقريبا طقم شامبر يعني. تمام. فالعربيه دي كلها كده الشمايز كلها مسلخه من جوه. دي كده ما ينفعش فيها طقم شامبر بس، لازما يتعمل بقى عمره كامله. فاحنا بقى بنقول ايه، عايز تشتري دماغ وتعمل عمره صح لازم تعمل كل التفاصيل دي جديده. يعني ينسى موضوع نص عمره. لا انسى بقى الكلام ده خلاص كده. احنا محتاجين نجيب طقم بيستم جديد، محتاجين نجيب طقم سبيكه جديد، محتاجين نودي الوش المخرطه، نراجع على الارسالات الصبابات ونراجع على الصبابات نفسها. حلو. محتاجين نفك الموتور ده كله بره العربيه يروح المخرطه. حلو. يتعمل له شميز والكرنك يتخرط على السبيكه الجديده. حلو. عشان نشوف بقى ايه اللي حصل في الكرنك. ترمبه زيت، ترمبه ميه، نراجع طقم الكتينه. ليه دلوقتي العمره بتتكلف مبلغ وقدره بقى بتوصل ل 12000 جنيه 13000 جنيه. فحرام اللي انت بعد 6 شهور او سنه لو صرفت لك مثلا سكه 6 7 8 ترجع تعمل كل الشغل ده تاني. انا عايز الخلاصه في جمله. اتفضل. ايه النصيحه اللي انت بتقولها للناس في جمله واحده؟ هتعمل عمره موتور اصرف وهات كل تفاصيل العربيه جديده، كل تفاصيل المكنه جديده. ما تسيبش نفسك اللي يقول لك لم. حبيبي يا حبيبي نورتني.